يسعد اوقاتكم. اليوم وصفتنا هي الفتوش بالباذنجان. انا اكلتها بمطعم وعجبتني كتير وحبيت اعملها. مقادير: عندي باذنجانتين بدي اقشرهم وقطعهم، عندي خضرة، كل الخضرة غاسلتها ومقطعتها، بقدونس، بندورة، خيار، بقلة، نعناع، رمان، لبن وطحينة، دبس رمان. هون خالطة: ملح، نعناع، ريحان، زعتر بري. انا اول شي حقطع الباذنجان وقلي. هلا انا حميت الزيت وقطعت الباذنجان. حنزل الباذنجان. اول شي بقلي الباذنجان. هلا حط معلقتين لبن، والثوم، معلقة طحينة، احط نص معلقة ملح، هلا حطبق الخضرة. حطيت جار، حط الخس، النعناع، البقلة، البندورة، الخيار، البقدونس، شوية بقدونس مو كتير، والرمان. هلا حطيت الخضرة كلها، حركهم شوي، حط الخلطة، دبس رمان، زيت الزيتون، ولا تنسوا حط الملح. لقيت ناقصة شوية ملح، حطت لها ملح. حطت لبن وطحينة شوي، والباقي على الوش. وهي الباذنجان. هلا حاسكبهم بصحن التقديم. هلا هون عندي صحن التقديم، انا حاطط له خس زينه. اسكبون. يا عيني، اكل كتير طيبه، فتوش بالباذنجان. هلا هيك سكبتهم، بحط شويه لبن وطحينه على الوش. هلا للأمانة بنحط لها كمان زيتون، بس أنا ما عندي زيتون، كمان بطلع طيبة. آخر شي بحط شوية زيت على الوش. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة، الفتوش بالباذنجان. أكلة طيبة وظريفة، بتمنى منكم تجربوها، وإن عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك واشتركوا بقناتي. أهلا وسهلا.